لم يكن مشروع نصر إخواني، كان مشروع إصلاح. حسين ما خرج على مود يذبح الحسين، راح يلاقونه بال70,000 واحد. حسين ماخذ عياله وياه 70 نفر. هذا اليوم اللي عنده حرب و70,000 يجيب وياه 70 نفر ويحارب أبدا. الحسين مو قلة عنده، لا هواي، بس الحسين يذبح. بس الحسين ما خرج لأجل النصر إخواني، خرج لأجل إصلاح أمة جد رسول الله عليه السلام. حسين أراد مشروع إصلاح، أراد أن يصلح أمة جده. قال إذا دين محمد لم يستقم فيا سيوف خذوني. ويدري الحسين راح يقتل، يدري يعني الحسين يوم اللي اجى أول ما جابوا الحسين طفل رضيع، جابوه رسول الله شافوه يبكي. جت السيدة فاطمة عليه السلام قالت يا أبتاه ايش فيك تبكي على هذا الولد؟ شنو اللي صاير؟ قال بنيتي هذا الولد ما تعرفين قصته. أبويا شنو؟ هذا راح تصير مصيبته أعظم المصائب، مو مصيبة عادية بنيتي، مصيبة ومو شينة. هذا راح تجي عليه 10 خيول تسحق على صدره. زين الفرق اخواني، بعض الناس ما يعرفون الفرق بين النصر والإصلاح شنو هو. هناك فرق بين من يطلب النصر ومن يطلب الإصلاح. اخوان النصر قد يكون مؤقت. النصر الثاني اليوم نتعرف ويرجع اسبوعين ينتهي الموضوع. لكن الإصلاح شيء دائمي. حسين كان يعلم راح يقتل إذا دين محمد لم يستقم. شنو جاء؟ فيا سيوف خذوني. حسين راح قالوا له أبو علي هاي الأرض. قال شو اسم هاي الأرض؟ قال لهم قال اسمها كربا وبلاء. حسين قال يمشون على هاي الأرض. يا أيام وصول قافلة الحسين عليه السلام إلى كربلاء، الناس كلها متجهة إلى مكة والحسين متجه إلى كربلاء. يا أبا عمرو فمن هذا الوقت ما أخذ من عندكم. شوفوا الحسين عليه السلام